الراجل ده اشتغل في القاهره ازاي؟ الراجل ده قسم المباراه. اول 45 دقيقه لعب قدام النادي الاهلي زون ديفنس، حتى التحولات الهجوميه اللي هو مميز فيها ما اشتغلش بيها، ما اعتمدش عليها. هو كان عايز ان هو ياخد اكبر كم من الطاقه البدنيه بتاعه النادي الاهلي، ويبدا ان هو يهلك النادي الاهلي ويخلق مساحات عشان الشوط الثاني لما ينزل، لو الماتش والجيم طلع للطريقه اللي هو عايزها بدون اهداف، يقدر ان هو يسجل ويقدر ان هو ينزل بقى الاسلحه الهجوميه بتاعته. ده ما اعتقدش ان هو هيتغير هناك، بالعكس هو عارف كويس قوي قوه النادي الاهلي، وعارف ان النادي الاهلي فنيا اعلى من الوداد، وان النادي الاهلي عنده اسلحه قويه، خصوصا دكه البدلاء زي ما عمرو بيقول. يمكن فريق الوداد ما عندوش دكه قويه، بالذات في نص الملعب ما عندوش لعيبه تقدر ان هي تعوض المجموعه اللي بتلعب بشكل اساسي، فبالتالي الراجل هيلعب بنفس الاسلوب ونفس الطريقه 4-3-3. الوداد اسلوبه قريب شويه من النادي الاهلي، ان هو بيحب يستحوذ، بيحب الكره على الارض باستمرار، ما بيعملش كرات طويله ولا كرات عكسيه كتير، لان هو برده اللعيبه اللي عندها سرعه عنده بتحب